انا خلاص بطلت تشجيع زمالك. هي دي الجمله اللي هم نفسهم كل مشجع زملكاوي يقولها، ولكن هيهات نحن لن نتفتت حتى في الظروف اللي محدش عارف لها وش من قفا دي، الا ان الزمالك وحشني جدا يا اخي، واكتر حاجه الواحد نفسه فيها ان هو يرجع يروح الاستاد ويتفرج على الزمالك من المدرجات. فتعالوا ندردش شويه عن الزمالك واحواله. من ساعه ما كسبنا الدوري واستلمنا الدرع بالطياره بسبب تخاذل مجلس الاداره وفشلهم الذريع في حاجات كتير مفيش اي داعي لذكرها دلوقتي، اتلم علينا اعفن صناع المحتوى الرياضي واشباه الصحفيين سلاش المذيعين. الزمالك مش هيلعب دوري ابطال افريقيا، الاهلي هيشارك بالكارت الذهبي، الزمالك مش لابس الحزام ومتسب هيسحب منكم الرخصه، انا ابو رضا مأكد لي ده، غير طبعا كاس العالم اللي سحب كل الانظار اليه. فمن الاخر كده انا مش عجباني الاحتفالات، يعني ما احتفلناش كفايه، هيص يا ابني انت وهو. بذمتك انت سامع صوت لاي مشجع اهلاوي؟ رغم ان هم صارفين برضه السنه دي كتير قوي، بس اللي اتلسع من بين رمضان ينفخ في الصفيان. هو اللي حصل ما كانش هاين برضه يا اخوانا، دوري تاريخي والله. دلوقتي لا صوت يعلو فوق صوت خناقه حسين لبيب وجون ادوارد. الفكره بس كلها انك استحاله تعرف الحقيقه ايه او فين. خليني اقول لك ازاي. دلوقتي انت عندك مصدرين تعرف منهم اخبار الزمالك. واحد مصدر رسمي اللي هو النادي نفسه عن طريق البيانات اللي بيصدرها على صفحات التواصل الاجتماعي او تصريحات ولقاءات لاعضاء مجلس الاداره، ودول كده كده محدش بيصدقهم. او مصادر غير رسميه من صحفيين ومذيعين وبعض صناع المحتوى المقربين من مراكز اتخاذ القرار في مجلس اداره الزمالك. فكل طرف من اطراف الخناقه بيبقى عنده شله من دول يسوحهم بقى عليك عزيزي المشجع عشان يسحلك معاه في الخناقه دي. واحده من اساليب سحلك في الخناقه دي عزيزي المشجع هي الندب. في ناس كل شغلتها ان هي تندب وتحسسك ان في مصيبه وقوم فز من مكانك يلا صوت واندب معايا، زي مثلا الحوار اللي احنا متسوحين فيه دلوقتي، فتره الاعداد. هل فتره الاعداد مهمه؟ طبعا. هل الزمالك اتاخر في بدايه فتره الاعداد؟ طبعا. هل ده بقى معناه ان الموسم راح من قبل ما يبتدي؟ مفيش الكلام ده. خليني اقول لك ليه. فتره الاعداد بتتعمل لسببين. السبب الاول تجانس اللعيبه الجديده مع اللعيبه القديمه والتدريب على تطبيق افكار المدرب. ارمي لي بقى السبب ده في الزباله، احنا ولا عندنا لعيبه جديده والمدرب اللي عندنا ما عندوش افكار. السبب الثاني وهو المهم دلوقتي اللي هو ايه؟ الاعداد البدني. هل الفتره المتبقيه على بدايه الدوري تكفي ان احنا نعمل فتره اعداد اللعيبه تقف فيها بدنيا على رجليها؟ بصراحه انا شايف انه هي مش الفتره المثاليه، انما مش كارثه يعني. نلحق يعني يا جدعان عادي. الموسم اللي فات اصلا احنا بادئين فتره الاعداد قبل الموسم ما يبتدي ب 24 يوم، يعني تقريبا نفس المده. لعبنا فيهم 3 فرق، فرقه اسمها رع انت متخيل، والشمس ووادي دجله، يعني تمام يعني قشط. ده غير ان في عوامل كتير قوي قوي احنا لسه ما نعرفش عنها اي حاجه بيتحدد على اساسها الموسم بتاعك هيمشي ازاي. منهم مثلا جدول الدوري وصعوبه المنافسه فيه. ممكن الجدول يخدمك، ممكن اول 3 ماتشات في الدوري يبقوا سهلين، الموسم اصلا لسه طويل قوي فاحنا ممكن نتدارك يعني عادي. ففي النقطه دي احنا مش في الضياع ولا الكارثه اللي بيحاول البعض يصور لك ان احنا فيها. انا عن نفسي هفكر بواقعيه شويه. نادي الزمالك نادي كبير جدا مفيش شك، ومطالب دايما ان هو ينافس على كل البطولات اللي هو بيشترك فيها، ودايما ده بيبقى احساس الجمهور اللي بيشجع النادي ده، ودايما عايزين ان احنا نكسب البطولات كلها. ولكن النادي لسه دافع 5 مليون دولار في القصص اللنكشه اللي فاتت، والمفروض ان هو يدفع قدهم او ازيد الشهر الجاي، ولاعيبه ما بتقبضش وحاجه يعني عره. فبصراحه الموسم اللي جاي ده لو ما خدناش فيه اي بطوله انا هكون مش متفاجئ، ولكن بشرط ان الزمالك يكون خلص كل القواضي اللي عليه وما عليهوش جنيه لاي مخلوق او لاي نادي، زائد طبعا ضمان المشاركه في دوري الابطال. اظن هي دي الحاله الوحيده اللي الجمهور ممكن يبقى راضي فيها لو ما خدناش اي بطوله. في الاخر في كلمتين كده محشورين في زوري عايز اقولهم. على مر تاريخ نادي الزمالك مفيش فرد ارتبط اسمه بالنادي والنادي هو اللي استفاد اكتر من الفرد ده. نادي الزمالك بيضيف للانسان اللي اسمه بيرتبط بيه ايا كان هو مين ومركزه ايه وكان بيعمل ايه قبل ما يرتبط بالزمالك. عندك مثلا رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، رجل اعمال ناجح جدا. ونفس الكلام على فكره كابتن هشام نصر، راجل كان ماسك اتحاد كره اليد وحقق معاهم نجاحات كتير، عضو في اللجنه الاولمبيه المصريه، نائب الاتحاد العربي لكره اليد، ونائب لرئيس اتحاد البحر المتوسط في نفس اللعبه الهاندبول. حتى جون ادوارد نفسه، ولا تقول لي بقى فاركو ولا الميريا ولا بيراميدز، كل الناس دي ولا حد كان يعرف هم بيعملوا ايه ولا اشكالهم حتى عامله ازاي قبل ما اسمهم يرتبط باسم نادي الزمالك. فغياب اي شخص مش هيأثر على نادي الزمالك كمنشأة، بل بالعكس والله. واحنا شفنا ده كتير يعني. ايوه يا عم الزهراء، يعني احنا المفروض نعمل ايه في الظروف المهببه دي؟ هنعمل اللي بنعمله على طول يا صاحبي، 90 دقيقه في المدرج. احنا اللي بنعمل كل حاجه، احنا اللي جبنا الدوري ده، احنا السبب الرئيسي ان فرقه زي دي توصل نهائي بطوله قاريه. الجمهور هو النادي يا اخوانا. فطول ما حضرتك وحضرتك واللي زيي وزيكم موجودين الزمالك موجود. اهم حاجه بس ما نسيبوش لوحده. قولوا لي في التعليقات متفق مع كلامي بنسبه كام في الميه، وشايف موسم الزمالك اللي جاي ازاي. لو وصلت لحد هنا في الفيديو حابب اشكرك / اشكرك، ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير وسبسكرايب. سلام.